مساء الخير. هنعمل فتة سهلة وسريعة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة سلقت اللحمة، اديتها صدمة في معلقة من السمنة، ونزلت عليها فلفل اسود وحبهان ورق لوري، وقلبتها لحد ما شميت ريحتهم، وكمان بصلايه وجزرايه، ونزلت عليها بالميه المغليه. وعندي هنا العيش متقطع مكعبات كده بالمقص، عملت له فص ثوم مفروم، وكمان كمون وكزبره وبابريكا وملح، وقلبته كده ودخلته فرن على درجة حرارة 200. عندي هنا الرز شوحته في معلقة من السمنة، وكمان حبهان ورق لوري، ونزلت عليه بالمية المغلية. وهنا الصلصة فص معلقة كبيرة قصدي من الثوم، وكمان معلقة من الخل، ونزلت عليهم بالطماطم الفريش وملح وكمون وكزبرة. عملت صلصة البيضة ثوم، وكمان معلقة من الخل والشوربة. وهبتدي بقى ارص كده الفتة، وكمان شوحت اللحمة في معلقة كبيرة من السمنة. برص كده الصينية بالشكل ده، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عايزين الوصفة بالتفصيل عندي على البيج